انك ذكرتي قصه الصاروخ، هيدي يعني لحظه الصاروخ كثير عالم تتذكرها، بس هيدي مش موجوده ولا باي محل، يعني لا بارشيف تلفزيون لبنان ولا عند حدا. اليوم قرأت كمان الأستاذ واصف عم كاتب عنا بمقالة بالسفير، وبدي وجه تحية لصحيفة السفير اللي خصصوا له صفحة كاملة اليوم للأستاذ عرفات، وهيدي يعني لحظة وموقف وفاء كتير حلو. بقى قلت بدي اجيبها لهيدي اللقطة شو ما كان. بقى في شخص بعرفه هاوي بيصور بالثمانينات، كان حالة يعني بيسجل VHS. بقى اليوم نكشنا كاسيتات VHS ولقينا المشهد. حلو، خلينا نشوفه سوا. المراقبين العرب، ونأمل من الشيخ الصباح الشيخ الجليل والصديق الذي نكن له كل الاحترام والمحبة وجود المراقبين العرب، ونأمل من الشيخ الصباح الشيخ الجليل والصديق الذي نكن له كل الاحترام والمحبة هيدي غير وحده. لا هيدي القذيفة زمان، قذيفة 155 سقطت على مبنى القناة 7. هيدا عرفات عم بزيع النشرة من السوسول 2، يعني تاني طابق تحت الأرض. سقطت الغبرة عليه لأنه اخترقت 3 أسطح. هي السنة؟ سنة 89 أو أوائل التسعينات، أوائل التسعين، يعني أول التسعين. هذا هو عرفات حجازي اللي خبر اللبنانيين السلام، كما خبرهم الحرب، كما خبرهم من بعدها عودة السلام إلى لبنان ومسيرة إعادة العمار.